سلسلة شعارات بيان صحفي. انعقد المؤتمر الرابع عشر مؤتمر شهداء الحزب الديمقراطي التقدم الكردي في سوريا من 20 لغاية 24 تشرين الثاني تحت شعار نحو تحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا الديمقراطية الاتحادية. وعلى مدى 4 أيام ناقش المؤتمر جدول أعماله الذي تضمن جملة من المواضيع والقضايا الهامة. فعلى الصعيد الوطني السوري ونتيجة لاستمرار النظام في حربه الظالمة على الشعب السوري من جهة وتنامي الإرهاب الذي بات يهدد الأمن والسلم الدوليين من جهة أخرى، أكد المؤتمر على أن الخيار الأمثل يكمن في إيجاد حل سياسي للأزمة في بلادنا، وأعرب عن تأييده للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق توافق دولي حولها. كما دعا المؤتمر قوى المعارضة إلى توحيد صفوفها وفق رؤية وبرنامج سياسي واضح المعالم، والشروع بحوار جدي بين المعارضة والنظام بإشراف الأمم المتحدة ودون شروط مسبقة، وتوفير ضمانات دولية لأي اتفاق مستقبلي، وكذلك تشكيل جبهة موحدة داخلية وخارجية لمحاربة الإرهاب وإنقاذ سوريا من براثنها. كما شدد المؤتمر على تنشيط دور الحزب داخل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وبناء أفضل العلاقات مع كافة أطياف المعارضة السورية. أما على الصعيد الكردي ونتيجة لحالة التردي التي تعاني منها الساحة السياسية الكردية من انقسامات وصراعات بين أطراف الحركة الكردية، فإن المؤتمر قرر طرح مبادرة لبناء مركز للقرار السياسي الكردي مع القوى والأحزاب الفاعلة داخل المجلس الوطني الكردي وخارجه، والانفتاح على كافة الأطراف دون استثناء. وفي هذا السياق دعا الأحزاب الكردستانية الرئيسية للتعاون لتحقيق هذا الهدف. وبعد مداولات ونقاشات معمقة لوضع المجلس الوطني الكردي مع قناعتنا بانسداد آفاق العمل في المجلس الوطني الكردي من جانب حزبنا مع كل التقدير والاحترام للأحزاب والفعاليات العاملة في المجلس الوطني الكردي وتمنياتنا لهم بالنجاح في مهامهم، قرر المؤتمر الانسحاب من المجلس الوطني الكردي. وفي مجال الدفاع والحماية عن المناطق الكردية من الأخطار التي تهددها من قبل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، ثمن المؤتمر التضحيات الجسام التي تقدمها وحدات حماية الشعب والمرأة. وأكد المؤتمر على موقفه الرامي لضرورة بناء مرجعية سياسية جامعة لهذه الوحدات. وحول موقف الحزب من الإدارة الذاتية الديمقراطية، فإن المؤتمر كلف اللجنة المركزية التي انبثقت عنه بدراسة سبل التعامل مع هذه الإدارة من جهة، ودعا في الوقت نفسه إلى أن تقوم هذه الإدارة بحماية مصالح المواطنين والدفاع عنهم بغض النظر عن انتمائهم القومية والدينية. وفي المجال التنظيمي، وبعد دراسة مستفيضة لوضع الحزب، اتخذ المؤتمر جملة من القرارات التي تهدف إلى تفعيل دور الحزب السياسي والجماهيري والإعلامي، وأقر نظاما داخليا جديدا لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال العمل الحزبي العلني. وكذلك أقر برنامجا سياسيا جديدا ينسجم مع تطلعات وواقع الشعب الكردي
في كردستان سوريا، وانتخب لجنة مركزية جديدة موسعة تمثل كافة المكونات الحزبية من المرأة والشباب، وكذلك تمثيل كافة المناطق الكردية في القيادة الجديدة. كما وافق المؤتمر وبالإجماع على إعادة انتخاب الرفيق عبد الحميد درويش سكرتيرا عاما للحزب، والاستفادة من خبرته وتجربته النضالية الطويلة والغنية. ووجه المؤتمر عددا من رسائل الشكر والتقدير لكل من الاتحاد الوطني الكردستاني الشقيق الذي شارك بوفد رفيع المستوى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وكذلك بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراق الشقيق، ومنظومة المجتمع الكردستاني كجكان، والحزب الاشتراكي لكردستان تركيا، ورسالة هيئة الائتلاف الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ومشاركة وفود حزب كادحي كردستان العراق، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني العراق، وحزب كوفلاء كردستان إيران، وأحزاب المجلس الوطني الكردي، وحركة المجتمع الديمقراطي تبدأ، وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي، والمنظمة الآثورية الديمقراطية، والاتحاد السرياني، ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات الشبابية والنسائية والرفاق القدامى، وشخصيات عربية ومسيحية. كما توجه المؤتمر بالشكر للأحزاب الكردية والكردستانية، وكذلك العديد من المنظمات والشخصيات التي أرسلت برقيات التهنئة والتأييد للمؤتمر الرابع عشر لحزبنا الديمقراطي التقدم الكردي في سوريا. ولا يفوتنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لقيادة إقليم كردستان العراق التي وفرت كل التسهيلات لدخول مندوبي مؤتمر حزبنا إلى كردستان، وكذلك لقوات الأسايش التي أمنت الحماية للمؤتمر على مدى الأيام الخمسة من عقاده. كما نتقدم بالشكر لإدارة معبر سيمانكا الحدودي من الطرفين الذين قدموا كل التسهيلات لعبور الرفاق مندوبي المؤتمر. وأخيرا نشكر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية التي غطت أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر. لإمتلاك رئاسة المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي التقدم الكردي في سوريا قام بشهر 25/11/2015 ساعة